فيلمنا بيبدأ مع اتنين في عربية بتنقل معدات طبية خاصة بالأبحاث، وبيكونوا ماشيين في طريقهم والسواق مش واخد باله من الطريق بسبب إنه بيكتب رسالة في الموبايل، وبيحاول زميله إنه يحذره من الغزالة اللي بتكون قدامه، لكن السواق ما بيسمعوش لأنه مركز في موبايله لحد ما بيخبط الغزالة وبيدوسها، وبسببه العربية بتتخبط جامد وبيترمي من شنطة عربية برميل فيه مادة كيميائية ناحية المية اللي ماشيين جنبها، وبينزل زميل السواق علشان يتأكد إن العربية سليمة، وبيلاقي الغزال اللي بيكون ميت، وبيتأكد إن الحاجات اللي في العربية سليمة وما بياخدش باله من البرميل اللي وقع في المية، وبتفضل المية تنقل البرميل من مكان لمكان لحد ما بيستقر في مكان عنده سناجب، والبرميل بيتخرم وقتها وبيطلع منه المادة الكيميائية اللي جواه، واللي بسببه هتحصل مشكلة كبيرة بس قدام شوية. وبنشوف مجموعة بنات واللي بيكونوا رايحين علشان يصيفوا، وبيوصلوا بالعربية بتاعتهم عند المكان اللي هيصيفوا فيه، واللي هو بيكون نفس المكان اللي وقف عنده البرميل، وبيدخلوا جوه البيت علشان يرتاحوا شوية. وزوج بتكون متضايقة علشان مش معاهم شباب، وجين بتيجي تبعت رسالة لصاحبها بس بيظهر ان المكان ما فيهوش شبكة نهائي، بس ماري بتقول لها ان في خط ارضي موجود في المكان، وبيطلعوا علشان ينزلوا المية ويصيفوا، وبيكونوا قاعدين على الطوافة اللي بتكون موجودة في المية، وبيشوفوا الخشب اللي هو بيكون عند السناجب، وده نفس المكان اللي البرميل وقف عنده، والمادة الكيميائية بتكون اتكبت فعلا على الخشب اللي السناجب بتكون بتاكل فيه. وبيشوفوا دب موجود في المكان وبيكونوا خايفين منه جدا، بس فجأة بيظهر حد وبيضربه بالنار، والبنات بتشكره جدا وبتسأله عن اسمه، فبيقول لهم ان اسمه سميز. وبيرجعوا البيت وبيكون الوقت متأخر من الليل، وفجأة بيسمعوا حد بيخبط على الباب جامد، وبيطلعوا يفتحوا الباب وبيدوروا في كل حتة ومش بيكونوا لاقيين حد نهائي، واللي بيطلع في الآخر ان هم أصدقائهم الشباب. وبتدخل جين الحمام وبتسمع حد بيخبط في البانيو، وأول ما بتفتح الستارة بتلاقي سنجاب كبير جدا قدامها، وبتترعب منه جدا وبتطلع للفريق تقول لهم يلحقوها. وبيدخل واحد من الفريق وبيكون معاه العصاية علشان يموته، واثناء ما هم في الحمام فجأة السنجاب بيطلع عليهم وبيكونوا باين عليه مسعور جدا، ولكن واحد من الفريق بيضربه بالعصاية جامد وبيحطوه في كيس بلاستيك، بس بيكون باين ان السنجاب لسه عايش. واول ما بيصحوا الصبح بيلاحظوا ان السنجاب مش موجود في الكيس، وبينزلوا كلهم المية ما عدا جين اللي بتكون خايفة من السناجب. واثناء ما هم في المية تومي بيتسحب لتحت وبيطلع تاني بس بتكون رجله اتقطعت، وكل الفريق بيكون في حالة من الرعب وقتها لان السناجب حوالين الطوافة واللي بتكون باين عليها متوحشة جدا. وبنعرف بان السناجب بقت بتتحول لزومبي، وده بسبب انهم شربوا من المادة الكيميائية بتاعة البرميل، والسناجب بتقرب منهم وهم على الطوافة وبتكسر الخشب بتاع الطوافة اللي هم موجودين عليها، وبتكون السناجب مسببة لهم حالة من الرعب. وواحد من الفريق علشان ينقذهم بيضحي بالكلب بتاعهم وبيرميه في المية علشان السناجب تروح له، وبينزلوا هما في المية بسرعة علشان يخرجوا الجنب التاني. وجين بتوصل البيت علشان تتصل بالنجدة، بس بتلاقي ان السناجب قطعت السلوك بتاعة التليفون، واثناء ما هي بتحاول مع التليفون فجأة سنجاب بيعورها في رجلها وبيبدأ يعضها جامد في جسمها، والسنجاب بيكون بيقرب منها جامد بس بتضربه بالسكينة وبتطلع تجري منه. والفريق بيكون وصل البيت وقتها وبيكون واضح على السنجاب رغم انه مضروب بالسكينة بس مش بيكون ميت، وبيكملوا عليه وقتها وبيضربوه تاني، وبيسمعوا اصوات سناجب كتير بره البيت، والسنجاب بيرجع تاني يتحرك ومش بيكون ميت، وبيقطعوا رقبته وبيرموها للسناجب بره. والفريق بيقرر انهم لازما ينقلوا تومي للمستشفى بسرعة، وزوي بتاخد مايكل معاها وبتاخد تومي علشان يودوه المستشفى. وفجأة سنجاب بيظهر مرة واحدة قدام الفريق، فبيقرروا انهم لازم يقفلوا كل الشبابيك بتاعة البيت، والعربية اللي بتكون رايحة تودي توم المستشفى بيلاقوا فجأة ان الطريق مسدود ومش هيعرفوا يعدوا، وبيلاقوا عربية موجودة في المكان وبيكون فيها اسلحة. واثناء ما مايكل بيجيب الاسلحة منها زوي بتسمع صوته وهو بيصرخ، ولما بتقرب عنده بتلاقيه ميت، وده بسبب ان السناجب خلصت عليه. وفجأة بيجي سميز وبياخدهم في عربيته اللي هي كانت فيها الأسلحة، وبيسيبوا مايكل اللي بيكون ميت، والفريق اللي في البيت بيكونوا بيقفلوا الشبابيك بخشب عليهم، وده علشان السناجب ما تعرفش تدخل لهم. بس فجأة سنجاب بيكسر الخشب وبيكون عاوز يدخل لهم، وبيكون واضح ان في سناجب كتير بره، وبنعرف بان اي حد السناجب عضته هيتحول لزومبي. وسميز بياخد تومي وزوي عنده في
البيت لأنه مش هيعرف يوديهم عند الفريق علشان السناجب حوالين البيت. وبنلاحظ بأن مرات سميز السناجب موتتها، وزوي بتكون ماسكة الرجل المقطوعة من تومي في الكيس ومش عارفة تعمل ايه، وسميز بيقول لها سيبيها وانا هتصرف. وبنشوف جين اللي بتدخل من باب الأوضة على ماري واللي بتكون نايمة في السرير وبتقرب عليها جامد وبتكون نايمة على جسمها، وفجأة جين بتتحول لزومبي وبتكون هتموتها، وده بسبب ان السناجب كانوا بيعضوها من شوية، لحد ما بيجي زميل ماري وبيضرب جين وبيخرجوا بسرعة. وسميث بيكون هيخيط رجل تومي وبيسمع صوت في الشباك وبيروح يشوف في ايه، وفجأة تومي بيروح عليه واللي بيكون اتحول لزومبي. وزوي في الوقت ده مش بتكون عارفة تعمل ايه، وبتمسك البندقية وبتضرب، والطلقة بتيجي في سميث وبتحاول تخرج بس بتلاقي سنجاب قدامها وبتهرب من تومي اللي بيكون متحول لزومبي، وبتدخل الأوضة اللي فوق. ومرات سميث بتكون اتحولت لزومبي هي كمان، فبتضطر زوي تنط من الشباك وقتها. وماري وزميلها بيكونوا بيقفلوا الشبابيك بس السناجب بيطلعوا عليهم وقتها وبيفضلوا يضربوا فيهم. وجين جوه بتحاول ان هي تخرج، وبيدخلوا الحمام علشان يستخبوا وبيخلعوا هدومهم علشان يتأكدوا ان السناجب ما عضتش حد فيهم. وفي الوقت ده السناجب بتولع لهم في البيت، وجين بتكسر عليهم الحيطة وبتدخل لهم وبتعض جيمس. وماري بتهرب بس بتلاقي البيت مولع، وزوي بتدخل عليها بالعربية وبتلحقها ماري، وبيتحركوا بالعربية بتاعتهم بسرعة. بس بيظهر ان سميز اتحول لزومبي هو كمان، وبيضرب عليهم بالنار وبتفقد السيطرة على العربية بتاعتها فبتدخل في الشجرة. وبيظهر ان كل اصحابها اتحولوا لزومبي فبيضطروا يجروا بالعربية بسرعة، وبتظهر من سقف العربية جين فبيترعبوا جدا، فبتوقف العربية بسرعة. فجين بتقع على الأرض وبتكمل طريقها تاني وبيحاولوا يهربوا من الزومبي، وبيظهر إن الطريق مسدود فبينزلوا وبيمشوا على رجليهم. وماري بترفع على زوي السلاح وبتقول لها انت هتتحولي لزومبي وهتقتليني، وزوي بتقول لها انا الزومبي ما لمسنيش، انا نطيت من الشباك. وفجأة السناجب بتعض ماري وبتتحول لزومبي هي كمان، وزوي بتضربها بالفاس وبتجري بسرعة وبتطلع على الطريق علشان تلاقي عربية تنقذها. وفجأة بيجي السواق اللي البرميل وقع منه في أول الفيلم واللي هو سبب الكوارث دي كلها، وبيكون ماسك التليفون كالعادة وبيدوسها وهو مش واخد باله، وبتموت هي كمان عشان تكون نهاية الفيلم نهاية حزينة مفيش حد فيهم عاش خالص، وبيخلص الفيلم على كده. وبتمنى تحط اللايك الجميل وتشترك في القناة، والأهم من كل اللي احنا شفناه وكل اللي أنا قلته صلوا على النبي لأن دي أحلى حاجة في حياتنا.